السلام عليكم. أنا عارفة إن معظمكم لما بيشوف المنظر ده بيتخض، إمكانيات ومجهود. بس صدقوني أنا عايزة أقول لكم إن أنا كنت زيكم كده بالظبط لحد وقت قريب جدا. أهم خطوة في الوصفة دي تجمدي قلبك قوي قوي قوي. ويلا هاتي المكونات وابدأي معايا. بس كالعادة قبل ما نبدأ وصفتنا هنجاوب على السؤال اللي فات: من هي مرضعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه. مرضعة سيدنا محمد هي السيدة حليمة السعدية. وسؤال اليوم: ما هي الأشهر الحرم؟ ما هي الأشهر الحرم؟ يلا بينا نبدأ وصفتنا. هنبدأ بالموس. الموس بتاع الكيكة سهل جدا ومش هياخد مني 10 دقايق. يلا يا أبطال نبدأ مع بعض. أول حاجة هجيب نص كوباية من الكريم الشانتيه الخام، عايزاه بدون سكر علشان يديلي نتيجة كويسة. واحط كوباية من اللبن المثلج يكون طالع من الفريزر مع معلقتين سكر، وهضرب كويس بالمضرب الكهربائي. لو ما عندكيش حاولي تعملي في الكبة او في الخلاط، بس النتيجة افضل بالمضرب الكهربائي. وهكون مسيحة قالب من الشوكولاتة شايلة منه حوالي 3-4 مكعبات، وهحط الكمية وهشيل منها حوالي معلقة كده زي ما واضح في الصورة بالظبط. هحط معاها معلقة من الكريم شانتيه اللي انا ضربته علشان ما تمسكش معايا وترجع شوكولاتة جامدة، لان دي هزين بيها. هنا ضفت معلقة كبيرة من الكاكاو ومعلقتين من السكر لان حسيت ان لون الموس كان فاتح شوية، واضربه كويس وبكده يبقى يكون الموس جاهز معانا. هنعمل بقى الكيكة. هعملها بمضرب يدوي. احط كوباية من السكر عليها بيضة بدرجة حرارة الغرفة، شوية فانيليا، معلقة من الخل، وهضربهم كويس. هضيف عليهم ربع كوباية من الزيت وهضرب تاني، واحط كوباية الا ربع من اللبن. انا نسيت اصور دي معاكم. نص كوباية من الكاكاو المنخول وكوباية ونص من الدقيق المنخول علشان ادخل الكيكة هوا. واحط نص ظرف من الكيك شيف، وده بقى المكون الجميل اللي هيخلي لي الكيكة عالية جدا بديل البيض. معلقة من بيكربونات الصوديوم. الظرف ده ب8 جنيه، هنستخدمه كتير جدا. خدت معلقة منه وهقلب تقليبة هيطلع معايا بالقوام التقيل اللي انتوا هتشوفوه حالا ده. وهنا عايزة اشكر معاكم الشيف ميادة محمد اللي كلنا بنستفيد منها. وعلى فكرة الكيكة بطريقتها حاجة ناجحة جدا. الكيكة هتبقى قوامها تقيل. هحط نص كوباية من المية المغلية، تكون مغلية وسخنة جدا. وبكده بكون خلصت الكيكة. هنزلها بقى في القوالب اللي انا هعملها او في صينية يكون ارتفاع العجينة 3/4 عقلة او نص عقلة كده، لانها ترتفع معايا. ولسه هحط الموس بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت بقيس لكم سمكها لانها ترتفع معايا الضعف. وهدخلها الفرن في الرف اللي في النص، يكون الفرن ساخن من قبلها. هياخد معايا في الفرن من 10 دقايق لربع ساعة. وهطلع الكيك واخرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة فاضية جدا اظن تتاكل كده لوحدها. هنا بقى معايا كوباية من اللبن عليها معلقتين من السكر ومعلقتين من الكاكاو. هقلبهم كويس وادوبهم، وهسقي بيها الكيك اللي انا طلعتها من الفرن تكون هديت شوية. وهحط عليها الموس واسويه. طب انا حالا ما عنديش سكرابر. بصي يا ستي، عارفة بطاقة التموين هتجيبيها بس تكون قديمة او فيزا قديمة مش بتستخدميها، وتسوي بيها زي ما انت شايفاني بعمل كده بالظبط. يبقى امكانياتك على قدك وكمان المجهود ولا حاجة. اعملي الصبح الموس وكمان العصر اعملي الكيكة وكلها بالليل. هحطها في التلاجة وهتتقدم باردة وبألف هنا على قلبكم. وبكده اكون خلصت معاكم الوصفة. لو حد عايز يقول لي حاجة يكتبها لي في الكومنتات. اسيبكم بقى مع الجمال ده. مع السلامة.